السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. كحك العيد يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. كحك بقى الفلاحي بالسمنة اللي احنا متعودين عليه. يلا بينا بقى نصلي على الرسول ونسمي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بصوا جمال الكحكاية، وبصوا النقش بقى والأجواء بتاعت زمان، لما كانت امهاتنا كده بتلمنا حوالين الطبلية ونقعد ننقش الكحك ونفضل نبطط في الكحك. بصوا الكحك مفرغ ازاي وجميل، كحك الملبل وكحك العجوة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا الجمال بتاعه، بصوا مفرغ من جوه ازاي وناشف خالص خالص، والتحمير بتاعه والخبيز بتاعه حلو قوي. بصوا الملبل بتاعه ساح ازاي جوه جوه الكحكايه وفي نص الكحكايه. بصوا ما شاء الله، احنا كنا عاملين النهارده كميه حلوه كده، يعني ما شاء الله 5 كيلو. رحت بقى عند اختي الكبيره وعملناه مع بعض هناك، وكنا لمين بقى الولاد حوالينا كده عشان نحس بالاجواء بتاعه العيد، واجواء الحلوه دي اللي كلنا بننبسط بيها ونفرح بيها. لمة العيله حوالينا واحنا بنعمل الحاجات دي. جبنا بقى 5 كيلو من دقيق بتاع الكحك والبسكوت، وحطينا عليهم السمسم زي ما انتوا شايفين، وسيحنا 2 كيلو ونص من السمنة الفلاحي. فككناهم يعني على النار، سخناهم على النار بس مش سخنين قوي يعني، دافيين كده بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما سيحناهم سيبناهم يهدوا كده عشان خاطر الحرقان. اللي بيعمل الكحك بسمنة سخنة بيعمل حرقان جامد، لما تيجي تاكلي الكحكاية تحسي بعديها بحرقان. فاحنا ما بنعملش الكحك بسمنة سخنة. وبسسنا بقى الكحك بالسمنة والسمسم زي ما انتوا شايفين بقى. افضلي بسسي في الكحك على قد ما تقدري، بسسي فيه. دخلنا بقى الدقيق، حطينا عليه رشة من الملح، حطينا عليه السمسم، حطينا عليه 1 من البيكنج باودر، حطينا عليه بس كده. حطينا البيكنج باودر، حطينا السمسم، حطينا رشة من الملح، بس كده. كل الإضافات التانية هنضيفها جوه اللبن. ال5 كيلو بقى من الكحك زي ما انا قلتلكوا هياخدوا 2.5 سمنة. لو انتوا عاوزين تعملي الكيلو، الكيلو عليه نص، كل كيلو عليه نص كيلو. تمام كده. وهيطلع بقى معاكي ناعم ودايب ومقرمش وما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. احنا بقى قعدنا نبسس فيه لحد ما الدقيق اختفى، وبنفك بقى كل التكلتلات اللي بتبقى بتاعه الدقيق، اللي بتبقى دي اعملها دي بنفكها زي ما انتوا شايفين كده بايدينا. نفضل بقى نبسس فيه، وبعدين هننزل بقى باللبن. اللبن ده حاطين عليه سكر، كوبايتين سكر مدوبينهم في اللبن. بعد ما غليناه طبعا، حاطين الفانيليا، وحاطين بس كده اللبن والخميرة. اللبن يعني قطعة من الخميرة، و... وحاطين الفانيليا، وحاطين آه، السكر في اللبن. بس كده، ما حطيناش اي حاجة تانية. جبنا 2 كيلو من اللبن، اللي 5 كيلو اخدوا معانا 2 كيلو، يعني كل كيلو ليه نص كيلو من اللبن. 2.5 برضو لبن، 2 كيلو ونص من اللبن حطيناهم. عليهم واحد آه، عليهم كوبايتين سكر، عليهم ورقة من الفانيليا بتعزز الطعم. بس كده، هو ده الكحك بتاعنا. بصوا بقى بعد ما بسسناه، بصوا العجينة بتاعته ما شاء الله، ولا طرية ولا ناشفة، وطلع بقى الله أكبر، جميل خالص خالص خالص. لو انتوا بقى لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا وتنزلوا بسرعة تعملوا تعليق حلو من القلب للقلب زيكم. ربنا يفرحكم دايما باللي حواليكم، وربنا يفرحكم دايما بأهلكم. حطينا بقى ريحة بتاعت الموز، بنحب نحطها على الكحك، بتخلي طعم الكحك حلو. وحطينا ريحة فانيليا، وحطينا ريحة جوز الهند. التلات روايح دول احنا بنفضلهم في الكحك. الريحة اللي انت بتحبيها حطيها، بس احنا بنفضل التلاتة دول: موز، فانيليا،
جوزة الهند. بصوا بقى، حطينا بقى ريحة جوزة الهند زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ بقى بنحط كل حاجة لوحدها وبنبدأ ايه ندخلها كده في العجينة. ما شاء الله بقى الريحة بتاعته كانت جايبة آخر الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حلوة قوي. بصوا بصوا، الكحك ما بيتعجنش، الكحك بيتبسس كده، بتدخلي المكونات في بعضها، لكن مش بتعجنيه عجن. بس هنجيب بقى كيس استرتش ونغطي بيه العجينة بعد ما نلمها كده في جنب. هنغطيها بقى بأي كيس استرتش أو كيس أبيض تفتحيه شفاف، وتقومي مغطية بيه العجينة بقى عشان خاطر تستريح. وهنبدأ بقى نجهز معانا نص كيلو من الملبن، حطينا عليه سوداني مجروش، أو لو انت عايزة تحطي أي مكسرات حطيها، وحطينا عليه تمن جوز الهند. احنا بنفضل ان احنا نحط على الملبن يعني مكسرات. لو انت مش بتحبي الملبن بالمكسرات عادي، ممكن تعمليه سادة. بس كده نبدأ بقى نقطع العجينة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، كور صغيرة كده، ونقطع بقى العجينة قطع صغيرة عشان خاطر لما نحط فيها الحشو تبقى كحكاية يعني حلوة كده صغننة كده، ما تبقاش الكحكاية كبيرة، تبقى الكحكاية يعني شكلها حلو وحجمها صغير. نبدأ بقى نحشيها زي ما انتوا شايفين، ونبططها كده ونحطها ايه تستريح عشان نرجع تاني ننقشها. طبعا احنا بننقش بنقش يعني نقش فلاحي، مش بقى بختامة ولا الحاجات من دي، لا المنقاش بتاعي العادي اللي كان بتاع مامتي ومامتك احنا بنعمل بيه. بصوا انا هوريكم بقى بنحشيها ازاي. بنحط الملبل كده جوه الكحكايه في النص في نص الكحكايه بالظبط. بصوا بقى كنا قاعدين بقى الولاد جنبنا، اللي بيقطع واللي بيحشي واللي بينقش، عشان نفرحهم كده معانا بأجواء العيد. ربنا يفرحكم يا رب بولادكم. ابن اختي بقى كان قاعد جنبي كده وانا بصور لكم، وكان قاعد عمال ينقش ويقول لي بصي يا خالتي شكلها حلو ولا ايه. انا كنت قاعده عماله اقطع لهم العجين كور صغيره زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين. لو انتوا لسه معايا انتوا بجد احسن ناس، انا بحبكم في الله، انتوا اخواتي واسرتي التانية طبعا. انا بحب افرحكم باي حاجة بعملها. بصوا بنحط بقى العجوة في نص برضو الكحكاية، وبنقفل عليها كويس عشان خاطر ما تسحش في السوا، ما تطلعش كده من الجنب. وبتبططيها كده بكف ايدك في النص علشان خاطر الكحكايه تبقى ايه، ما تبقاش العجوه ما تبقاش ما تبقاش بره، مش ما تبقاش في الحروف، يعني تبقى في نص الكحكه. ما تيجي تفتحي الكحكايه كده تلاقيها ايه، الحشو في النص. بص اختي كانت بتقطع كده حته عجوه صغيره وتحطها. كان يوم بقى مش عايزه اقول لكم، كان يوم جميل جدا جدا جدا. كنا مبسوطين والولاد كانت فرحانه عماله تعمل معانا، فكانت حاجة حلوة أوي بصراحة. بصراحة بجد الأجواء بتاعت زمان اللي احنا كنا بنعيشها، بجد دي حاجة من الحاجات يعني التراثية اللي عمرنا في حياتنا ما هننساها. بصوا بقى ما شاء الله. بصي ابن أختي قاعد عمال ينقش، والله نقشه ما شاء الله حلو. بصي بيقول لي بصي يا ماما، بصي يا خالتي، بصي حلو ولا ايه، حلو ولا ايه، قلت له حلو جميل. ما شاء الله. كنا بقى بننقش بقى ونص بقى في السجان كده زي أجواء زمان، وخبزناه ما شاء الله. بصوا النقش يعني هو بيتكلم الصراحة عن نفسه، الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله النقش كله زي الفل. ما تبخلوش بقى عليا بقى بلايك وتعليق حلو من القلب للقلب زيكم. يا رب ربنا يفرحكم يا رب. يا رب تفرحوني في الأيام المباركة دي، وتدعوا لي دعوة حلوة من القلب، ربنا يا رب يكرمني ويسترها معايا ويفك كربي يا رب. مستنية منكم دعوة حلوة لأختكم ياسمين، ولكم بالمثل. بصوا ما شاء الله.
والله النهارده أنا كان زيي زي الولاد بالضبط، الفرحة ما كانتش سايعاني، بجد كنت فرحانة جدًا، 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 كنت مبسوطة بالأجواء وإن إحنا بنعمل الكحك، يعني بجد حاجة تفرّح بجد، ربنا يفرّحكم. الحاجات بتاعة زمان دي بجد كانت بتفرق مع الواحد أوي لمّا اليوم بييجي عليكِ تاني، بتحسّي إن أنتِ رجعتِ طفلة صغيّرة. بُصّوا ما شاء الله ال5 كيلو كحك فرطوا معانا صواني كتير، الله أكبر، يعني ما شاء الله، ما شاء الله. يالّا انتظروني بقى في فيديو جديد، هتستنوا منّي بقى فيديو البسكوت وفيديو البيتي فور، فيديو جديد من مطبخ ياسمين، كنت معاكم ياسمين وكحك العيد، يا رب يكون الفيديو عجبكم، باي باي. ما شاء الله على الكحك وجماله، حطّي بقى عليه سكر بودرة بقى وكلي أحلى كحك.